مش كل سؤال بيتسأل عشان نسمع إجابته، في أسئلة بتتسأل عشان نفضل ساكتين بعدها شوية. في الحلقة دي المفروض الأسئلة تعدي زي غيرها، بس أنا قررت النهاردة أمسك الخيوط ونفضفض فضفضة قلب مع واحدة زينا كلنا، والضيفة دي هتطلع كل اللي جواها. أولا كده تعالوا نرحب بالضيفة بتاعتنا، معانا أستاذة لمار. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ أهلا بيكي، نورتينا. نور حضرتك. هنبدأ في حلقتنا. تفتكري الناس بتسيب مساحة للأم تغلط؟ لا، ليه من وجهة نظرك؟ دايما حاطين عليها اللوم في كل حاجة، حاطين دايما عليها، ضغطينها مم. في كل حاجة. تفتكري مين اللي بيحسب الأم أكتر، ضميرها ولا كلام الناس؟ لا، ضميرها. طيب، تفتكري إن الأم لازم ترمي اللوم كله عليها هي لوحدها وعلى بيتها بس، ولا ممكن كمان ترمي اللوم على المجتمع، على أسلوب المجتمع وكده؟ لا، على اسلوب المجتمع بس مش كله، مم. جزء. لان انا بربي وطبعا معرفش مين اللي مع بنتي في المدرسة، بيعلموها ايه، بتكتسب منهم خبرات زي ايه. جميل. تفتكري مرة إيه كلام الناس أثر فيكي؟ اه. يعني ممكن تعملي حاجة عشان لا. ترضيش لا، أهم حاجة؟ اهم حاجة مصلحة بنتي. جميل. تفتكري حضرتك الجواز أمان ولا عبء؟ مع الراجل الصح يبقى امان. وإمتى يبقى عبء؟ مع الراجل الغلط، مع اختياراته لنفسه. مم. جميل. الراجل الاناني. ما تقبليش تعيش مع حد أناني؟ لا، لان بيبقى اناني مش في الفلوس بس، وفي احساسه ومشاعره وكل حاجه. جميل. تحبي حضرتك تبقي زوجة ولا الأول ولا تبقي أم؟ بحب ابقى ام. جميل. بتحبي أمومتك، معتزة بيها يعني؟ جدا. بتحسي إن تعبك حد سامعه؟ لا، ما اتكلمتيش في الموضوع ده قبل كده؟ حاولت اتكلم كتير بس بقيت احس ان الكلام ملوش فايده يعني. شايفة نفسك لوحدك اه. ولا في مشاركة بينكم وبين بعض ومسؤولية بينكم لا، مشتركة؟ هو المفروض المسؤوليه تبقى مشتركه، لكن لا، انا حاسه ان انا لوحدي. مم. جميل. تحبي الخلافات، لو لا قدر الله في خلافات، تبقى بينك، تبقى قدام ولادك ولا لأ؟ لا طبعا، عشان نفسيتهم. العصبية في فترة من حياتك لما اتغيرت كانت طبيعي؟ عادي، السؤال معلش. العصبية أو الاختلافات اللي حصلت لك في حياتك، مم. كل واحد بيتغير مم. من قبل العلاقة أو بعدها، مم. تفتكري ده كان طبيعي ولا كان لازم تتحكمي في نفسك أكتر؟ لا، هو لازم اتحكم في نفسي اكتر طبعا، عشان بنتي، مم. عشان نفسي برضه. كنت بتطلعي ده على بنتك؟ في وقت من الأوقات. مم. حسيتي ساعتها انك بتعاقبي حد تاني يعني؟ أيوة، حد ما ينفعش اللي أنا عاجبه أصلا، ملهاش ذنب. علشان هي مش من حقها تشوفك بالشكل ده لا، أو مش من مش حقها خالص، ذنبها؟ مش ذنبها. جميل. تفتكري يا أستاذة رمار ال- المجتمع بيسمح للأم إن هي تعترف بغلطها؟ لا، في ناس بتستكبر الموضوع ده. مم. يعني المجتمع ممكن مش كل الثقافات يتقبلوا ده؟ لا، مع ان ده الطبيعي. مم. تفتكري دوت بيقلل من قيمة الأم، مثلا لو الأم اعتذرت لبنتها، اللي اعتذرت لحد أو كده قدام بنتها، ده لا، يقلل منها في حاجة؟ لا، لا، ده بالعكس، أعلم أولادي اللي مفيش حد كبير على الاعتذار، اللي غلط لازم يعتذر. مم. تحبي
ان ابنك او بنتك يكون عندهم مساحة اكبر، يعني يبقى في كلام بينكم مساحة كبيرة، ولا لازم نحدد المساحة؟ لا طبعا عاوزاها تاخد عليا علشان تعرف تصاحبني واعرف اصاحبها واعرف كتير عن حياتها، ايه اللي بيحصل في حياتها اكتر، لان لو جميل. خافت مني مش هتقولي على حاجة. لو قسيتي عليها قصدك، اه مش ايوه. هتقدر تقولك حاجة. امم. لازم تديلها الثقة. اه لازم الامان والثقة، اللي هي تيجي تحكي لي بكل حاجة وهي مش خايفة، وهي كأن رايحة تقول لصاحبتها. هتديلها حرية. اه بس في حاجات معينة. مم. وهتبقي واثقة فيها برضو، بس هعطيها الحرية برضو، اه مش اه. مساحتها هتديها. امم. إيه، في حد علمك انك تربي بنتك او ابنك، ولا انتي اساسا حابة انك تعملي ده لوحدك او تشاركي ده لوحدك؟ لا حابة اعمل ده لوحدي، مم. عشان انا ما اتربيتش على كده، فانا حابة اغير تربيتي خالص مع بنتي. مم. حابة اربيها على الصح، حابة اخليها تبقى صاحبتي اكتر، واروح تخليها يعني انا نفسي اروح اتكلم معاها وانا مش خايفة ادخلها في مشاكلي زي وهي تدخلني في مشاكلها، نبقى صحاب مش ام وبنتها. جميل. حضرتك نورتيني، نور حضرتك طبعا، اتشرفت واسفة لو بمعرفتك كنت جدا. ضايقتك في اي سؤال. لا خالص خالص، انا وحقيقي اتبسطت انبسطنا جدا. جدا ان احنا كنا معاكي النهاردة. متشكرة لحضرتك قوي. نورتينا جدا.